السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد، وقبل ما نبدأ تعالوا ناخد شوية حسنات. صلوا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة بإذن الله أنا هشرح لحضراتكم بوت جوبلين أو بوت العفاريت، البوت اللي لسه نازل جديد وعمل ضجة بسرعة برضو عشان هو فعلا بيكسب طن وبيكسب من عملة الطن عن طريق شوية مهام، وهشرح لحضراتكم كل حاجة. البوت طبعا انتشر انتشار سريع زي بوت بوز اللي لسه شرحه من كام يوم، البوت برضو اللي عمل الترند، بس ده ما بيكسبش الطن اللي هو بوز، انما التاني بيكسب عملة الطن وشغال، يعني اللي هو مش واقف، لا انت بمجرد ما بتجمع وبتشتغل وبتقدر انت تسحب عملة الطن بطريقة سهلة وبسيطة هشرحها لك في الفيديو بتاع النهاردة. ويلا بينا على الفيديو. طبعا يا شباب ده البوت بتاع جوبلين، هسيب لحضراتكم اللينك بتاع التسجيل في الوصف بتاع الفيديو. اول ما تدخل على البوت هيفتح معاك بالواجهة دي. الواجهة دي عبارة عن ايه؟ ده عفريت بيعدل لك عملة، ودي عربية لما بتضغط عليها بتدوس كولكت بتلاقي ان انت بتجمع من عملة جوبلين اللي لونها الاحمر، هنقول العملة الحمراء. تمام. في هنا بقى مكتوب هنا 118,000، ده المفروض ان هو انا بقدر اجمعه على مدار اليوم. طبعا انت بترقي حاجات هوريها لك عشان تقدر انك تزود من الدخل اللي بتقدر تجمعه كل يوم. هنا زي ما انت شايف معايا 16 عفريت من 45. هنا في 50,000، العربية دي اخرها 50,000، دي بتفتحها ب100,000 عملة جوبلين. تمام. التانية بتفتحها ب200,000 عملة، والتالتة 500، وهنا 5 مليون، وهنا 10 مليون، وهنا 50 مليون، واخر حاجة 100 مليون. طبعا انت زي ما انت شايف 100 مليون بيقدر ان هو يعدلك من العملة الرمادي. هي العملة دي بقى اللي احنا هنحتاجها. شايف العملة دي هي اللي احنا هنحتاجها، اللي هي جوبلين الرمادي. بتبتدي معاك من اول هنا، بمجرد ما بترقي اللي هو ال50 مليون تقدر ان انت تجمع من العملة الرمادي، اللي هقولك ازاي تبدلها وازاي ان انت تبيعها وتبدلها بعملة التون. المهم طبعا في هنا دايلي رود، تسجيل يومي، كل يوم بتخش بتعمل تسجيل يومي. تمام. وبيبقى فيه شوية مهام هنا زي ما انت شايف انا مخلصها. المهام دي طبعا هتخلصها هتديك هنا 10,000 هتجمع طبعا العملات بتاعتك. تمام. هنروح تاني على الواجهة بتاعة البوت. طبعا يا شباب البوت ده يعني هو لو انت مش فاهم في شغل بوتات التليجرام فهتحس ان البوت ده صعب في التعامل، بس هو ابسط من كده بكتير. البوت ده ابسط من كده بكتير، بس عاوزك بس تركز في اللي انا هعمله. هنيجي هنا على الخانة دي اللي هي مكتوب عليها اكسبيديشن، تدخل عليها هتلاقي ان هنا في زي نظام عربيات وعجل وقطر وموتوسيكل وحاجات زي كده. المفروض ان انت بتبعت العفريت الخاص بتاع حضرتك عشان يجمع لك عملات من بره. يعني مثلا اول واحدة هنا بيقول لك ايه، هتدفع 10,000، هتدفع 10,000 وهو هيجمع لك يا اما 40%، قصدي 0%، يعني ممكن تفلض في نص في المية، 1%، 1.5%، 2%، 3%. يعني انت يا صاحبي وحظك، انت طبعا بتشتري هنا ب10,000. هنا مثلا هنشتري دي مثلا لمدة 10 دقايق، دوست كلمة سند. تمام. حددت هنا 10,000 كونفيرم كده، انا بعت ايه عفريت، دي مدتها 10 دقايق. في بعد كده ساعة، 6 ساعات، 12 ساعة. طبعا انت كل ما هتمد في المدة او تلاحظ كده هتلاقي ان العدد هنا بيزيد. كل ما انت بتزود في الوقت العدد بيزيد اللي هو ممكن يجمعهولك من الكهوف اللي هو بيخرج يجمع لك منها. هنا طبعا انا عملت امبارح زي كده اهو ب10,000، بعت عفريت جمع لي 15,000. تمام. ده بالنسبة للنقطة دي. هنرجع على الواجهة الرئيسية تاني، هتلاقي في هنا كلمة ابجريد، هتدخل عليها. كلمة ابجريد دي يا صاحبي اهم حاجة هنا تمكس السلوتس، يعني هنا تعمل ماكس. مش هتبقى عندك ماكس هنا، هتفضل ترقيها لحد ما تبقى معاك ماكس، وتفضل بقى تشتري في العفاريت دي، عشان العفاريت دي كل ما هتشتري عفاريت اكتر كل ما هو ايه هيجمع لك عملات اكتر. زي ما انا قلت لك اول الفيديو انا هو معايا 16 من 45 عفريت، كل ده انت بتقدر ترقيه. تمام. بس طبعا ده على حسب الوقت، يعني انت ايه بتفضل ماشي ترقي 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 وتفتح وترقي وهكذا يا صاحبي. تاني خانة بتاعت الماين،
دي هنا حاجات بتشتريها، الحاجات دي بتساعدك ان انت لما هو يتخرج العفريت بتاعك عشان يروح يجمع لك عملات، بيجمع لك اكتر عن طريق القنابل دي والقنبله اللي هي الاقوى منها. وحاجات هنا لازم تشتريها وتهتم بيها. الخانه اللي بعدهم اللي هي بتاعه التولز، دي حاجات برضو لازم ترقيها علشان هتفيدك. الحاجات دي انت ترقيها عشان هتفيدك. اخر خانه اللي هي الكارت اللي هي العربيه، دي العربيه بتاعت حضرتك. طبعا هنا كل عربيه وليها حد معين بتقدر ان انت تدخل تجمعه كل 5 ساعات. اول عربيه طبعا دي بتنزل لك مجانا، دي اللي هي ب5000، دي اخرها 5000، يعني اخره يجمع لك 5000 عمله جوبلin. هنا تجمع لك 20000. والعربيه التالتة دي بتقدر تجمع لك لحد 50000. وهنا الاوتو دي ب3 مليون، دي عربية طبعا يعني زي ما تقول كده بتجمع كتير، ما بتفضل تجمع لك لوحدها، قصدي بتفضل تجمع، وكل ما تجمع هي مع نفسها بتطلع العملات لفوق وهكذا. فده تلقائي طبعا انت لما تجيب ال3 مليون انصحك ان انت تشتري العربية دي. نخرج على الصفحة الرئيسية تاني، هتلاقي ان هنا في برونز وورلد. لو دخلنا كده بص، في عملتين، برونز والسيلفر. البرونز دي اللي احنا بنجمع منها وشغالين بيها، والسيلفر دي اللي انا قلت لك انت هتجمعها امتى. هتروح على خانه، في خانه هنا اسمها جيمز، وانا ما انصحكش ان انت تدخل عليها، لان جيمز دي عباره عن مراهنات. هو انت طبعا مش دافع فلوس، انا عارف ان انت مش دافع فلوس، بس كونك ان انت بتراهن بعمله وبتكسب عمله، فالموضوع كله حرام في حرام. يعني انا دي بالنسبه لي وجهه نظري، فطبعا كل واحد وليه وجهه نظر عشان وجهات النظر بتختلف. بس انا نصيحه من اخوك، ما تدخلش على الخانه بتاعت الجيمز دي، ملهاش اي لازمه. هنا بقى يا صاحبي خانه الفريندز. خانه الفريندز دي اللي هي انت الدعوات والاحالات وكده. اخر خانه بقى اللي هي الاذر، دي بقى اللي فيها القصه كلها. اول حاجه الرود ماب، يعني عامل لك هنا الرود ماب والخطه بتاعتهم، واللي هو المفروض هيعملوا ايه عشان العمله هتنزل وهتاخد وقت قد ايه، وحاجات لو انت حابب ان انت تعرفها فهتدخل وتشوف. يعني هنا بص هتلاقيهم مخلصين كذا خطوه، في حاجات كتير خلصانه كومبليتد، فمش فاضل على ما اعتقد غير كام نقطه كده. يعني بص في بتاع 5 نقط تاني على ميعاد الادراج، اكيد في تفاصيل واكيد في شروط للايردروب وحاجات تانية كتير انت حابب تقراها. هتلاقي كل حاجه هنا في الرود ماب بتاعتهم. الخانه التانية دي بقى يا صاحبي هتدخل عليها، دي بتاعت اللي هو الناس اللي هم التوب اللي هو على الجيم، الناس اللي مجمعه اكتر. طبعا زي ما انت شايف بيديهم هدايا، بتبقى الهدايا دي على مدار مثلا لحد ما الموسم يخلص، بيشوفوا هو جمع كام وبياخد عليهم هدايا. وممكن الهدايا دي تبقى اسبوعية او تبقى شهرية. زي ما انت شايف اول واحد اللي هو التوب 1 واخد 120 عملة طن، ده واخدها من البرنامج، واخدها قصدي من البوت. تمام. هنرجع تاني على ازر بونتي. الخانة التالتة هندخل عليها، ودي طبعا لو انت صانع محتوى او يوتيوبر او تيك توكر او اي حاجة، فطبعا لو عملت محتوى عن العملة هتحط هنا اللينك بعد ما تعمل الفيديو مثلا، وتكتب لهم هنا مثلا I make the video. تمام. هنرجع تاني على ازر، في هنا كلمة اكسشينج هندخل عليها. هنا بقى يا صاحبي كلمة اكسشينج دي بقى اللي انت بتقدر زي ما قلت لك انك تكسب عملة التون من داخل البوت. طبعا هنا بيقول لك الواحدة من العملة الفضية بتساوي الرقم ده. 100,000 قصدي المليون بتاخد عليهم 2 طن، يعني المليون هنا ب2 طن، وده اقل حاجة يا صاحبي. يعني انت اقل حاجة ان انت تجمع مليون عملة من العملة الرمادي عشان تقدر تبدلهم ب2 طن. والويزدرو مفتوح، يعني انت بمجرد ما هتربط محفظة التون كيبر او محفظة التليجرام هتلاقي هنا كلمة ويزدرو تو والت شغالة، مش هتعطل معاك. هنا اخر حاجة اللي هي بالانس هندخل عليها. هنا طبعا طريقة ان انت لو عايز تسحب هتربط هنا محفظتك، وبعد ما تربط محفظتك هتضغط هنا بيقولك اقل قيمة للسحب 10 سنت، يعني 10 سنت طن 0.1 هتقدر انك تسحب. تمام. وهتدوس طبعا ماكس لما تجمع مثلا 1 طن او تجمع نص طن اقل حاجة لو في المثال عاوز تسحبه. تمام. بعد ما تجمع النص طن هتربط محفظتك وهتدوس ويزدرو فاوندز وهتسحب معاك على طول. يعني مش هتلقاها ان هي خدت وقت، الموضوع ممكن ياخد بالكتير ساعة طبعا، ويكون وصل لك العملات بتاعتك اللي هي جمعتها في التون.
بس كده يا صاحبي، يعني هو انا كده شرحت لك البوت. هنا زي ما انت شايف الجوبلين اللي مع حضرتك ده هيتفتح لك في المستوى التاني، وده التالت، وده الرابع. يعني انا عاوزك تهتم ان انت تجمع كتير، وتحاول انك توصل وتفتح الخانة اللي هي ب50 مليون عملة جوبلين. الخانة دي انت بص، هو بيقولك هتجمع في اليوم 100,000. يعني ولنفترض ان انت مشغل دي وجمعت في اليوم 100,000. انت في 100,000 في اليوم، يعني في ال10 ايام هتجمع المليون. في حاجة تاني، ما هتعمل عن قصدي لما هتنشر عن الفيديو وتفضل مثلا تدخل ناس وتعمل احالات وكده، بيديك هدايا. الهدايا دي بتبقى برضو عبارة عن عملة تون. الهدايا دي بتبقى برضو عبارة عن عملة تون. انت طبعا الهدايا دي بتقدر انك تسحبها في اي وقت. فده مش معنى ان انت تقول لا ده انا مش هعرف اجمع 50 مليون عشان افتح العربية دي، وهجمع مثلا هتجيب لي 100,000 في اليوم. طب ما هو 100,000 في اليوم، ما هو لسه البوت مطول. يعني انت البوت ده مطول، مش هيخلص دلوقتي، لان عملة البوت لسه اصلا معاها فوق ال5 شهور. لسه معانا فوق ال5 شهور على ما البوت ده مثلا يقول انا هنزل او الكلام ده. فانت يا صاحبي ما تضيعش وقت، ادخل واشتغل. وكل 5 ساعات ادخل كده وجمع العملات بتاعتك، وحاول ترقي ودخل صحابك، وباذن الله كلنا هنطلع مستفادين من البوت ده. وطبعا يا صاحبي انا كده لخصت لك الفيديو بتاع النهارده، ولخصت لك شرح بوت جوبلين او العفاريت. ولو الفيديو عجبك ما تنساش تدعمنا باللايك. عاوزين نوصل الفيديو ده مع بعض 1000 لايك. واكتب لنا رايك في كومنت. ولو انت مش مشترك في القناه، انزل اعمل سبسكرايب للقناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقميه المشفره. واشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله، والسلام عليكم.